بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هوريكم حاجه كده جميله بتتقدم في العزايم، تتقدم للضيوف جايين عندنا. هي فطيره الفراخ. طريقتها سهله قوي، ركزوا بس معايا للاخر عشان لما تعملوها هتبقى سهله معاكم جدا. انا بجيب حوالي نص كيلو دقيق او ده اكتر شويه، حطيت عليهم ربع كوبايه زبده وحطيت معلقه سكر ومعلقه ملح. ببتدي الزبدة افركها مع الدقيق ده، بس اسمه بس ببسها مع الدقيق زي الكحك كده، زي ما بعمل الكحك. واشوف بقى اختبر اذا كانت محتاجة شوية زبدة تاني ولا لا. لو ضغطت بايدي كده بلاقي الدقيق بيتفرفت، يبقى انا كده محتاجة ان انا احط لها معلقة كبيرة من الزبدة تاني، وابتدي برضو ابسها بحيث ان الزبدة تختفي مع الدقيق كده. خلاص الدقيق مسك في بعضه تمام. نحط بقى باقي المكونات. دي معلقة من البيكنج باودر بتاع الكيكة، وبنحط معلقتين كبار من اللبن الرايب وبيضة. وببتدي بقى اقلب كل ده واشوف العجينة هتحتاج مني حاجة سايلة تاني ولا هي كده تمام، لان طبعا بتختلف من نوع دقيق للتاني. بصوا انا لقيت العجينة يعني ما مسكتش في بعضها، فحطيت لها شوية مية. انتوا ممكن تحطوا شوية لبن رايب، تحطوا زبدة تاني براحتكم، بيضة كمان اللي يعجبكم، بس انا حطيت شوية مية وخلاص يعني، لغاية ما العجينة مسكت مع بعض كده. وبقت هي بتبقى يعني صلبة شوية، مش بتبقى ناعمة يعني او طرية، بتبقى صلبة شوية. وبعجنها كويس قوي. وبعد كده بحطها بقى ترتاح. انا العجين بالنسبة لي يرتاح يعني مش اقل من ساعة علشان اقدر افردها واشكلها كويس. فبلفها في كيس بالشكل ده كده من كل ناحية، واحطها في طبق واسيبها ترتاح عندي لمدة ساعة على ما اعمل بقى الحشو بتاعي. وهوريكم بقى الحشو هنعمله ازاي. بنجيب بقى، انا هنا استعملت لاربع فطيرات، عملت اربع فطيرات من الحجم ده. استعملت ليهم ربع كيلو بانيه، وكوباية كبيرة من البطاطس المسلوقة متقطعة مكعبات ومسلوقة 3/4 سوا، يعني طرية زي ما شفتوها كده. ربع كوباية من الفلفل الرومي او الحار، ومعلقة كبيرة من القشطة او الكريمة او الزبادي اللي موجود عندكم حطوه. ده ملح. ده بقى عايزة اقول لكم ده البقدونس اللي انا عملته لكم في الفيديو بتاع تجفيف الخضروات. بصوا اللون بقى والريحة لغاية دلوقتي، اللون ما شاء الله اخضر جدا، لونه ما اتغيرش. وده كمان بصل والثوم اللي انا عملتهم معاكم. نحط ربع معلقة او ربع معلقة لانه مركز قوي، فبنحط ربع معلقة بس. هبقى اسيب لكم اللينك بتاع الفيديو تشوفوه، اللي هو بتاع تجفيف الخضروات في 5 دقايق. بقلب بقى كل المكونات بتاعتي، وبرجع اضيف كوباية كبيرة من البصل المتقطع وكوباية من الطماطم المتقطعة. الحشو بقى انتوا تقدروا تلعبوا فيه زي ما انتوا عايزين، تحطوا اللي انتوا عايزينه كله. دي حاجة بتاعتكم، دي حاجة مش ثابتة يعني. بجيب بقى العجينة بعد ما ارتاحت. بصوا بقى لما ارتاحت بيبقى فردها سهل جدا. بصوا بتتفرد بكل سهولة. طبعا بنحط بقى دقيق لان هي فيها زبدة فهتمسك وتلزق مننا. انا عايزة اعملها مربع على شكل مربع. خلاص ده كده شكلها. بقسمها بالطول لاتنين، وبرجع اقسمها بالعرض اتنين، يبقى انا عندي 4 اجزاء. ال4 اجزاء دول بيعملوا لي فطيرتين. باخد اول جزء بحط عليه كاتشب، ممكن احط كمان معاه مايونيز او اكتر بقى الكاتشب او اقلل براحتكم. بندهنها كلها كاتشب كده، كل الاطراف بتاعتها عشان تبقى طرية وعشان يبقى طعمها حلو. وبعد باجي بقى بعد كده بضيف الحشو بتاعي، بوزعه طبعا بحيث ان كل حتة عجين يبقى عليها حشو بالشكل ده. خلاص بعد كده بقى هعمل الغطا بتاع الفطيرة. هنحط بقى جبنة موتزاريلا، جبنة ميكس جبن، ممكن حتى جبنة قريش، مفيش مشكلة خالص. بنحط بقى الجبنة وبعد كده بقى بنعمل الغطا بتاع الفطيرة. بنقسمها شرايط كده، بس ما بنوصلش للآخر، يعني شرايط كده بتوصل لحد، بسيب حوالي 2 سنتي من الطرف ده و2 سنتي من الطرف ده. باجي بطرف السكينة بشيلها كده واحطهم عكس بعض، يعني الفهم على بعض بالشكل ده. بصوا، واحدة من تحت واحدة من فوق. اوريك واحدة كمان، واضغط عليهم كده من النص، باخد واحدة من تحت وواحدة من فوق. طيب علشان موضوع ان انتوا تلفوها بسهولة او العجينة تتشال معاكم الشرايط دي بسهولة، كتروا شوية من الدقيق تحتها. يعني انا هنا كان الدقيق مش كتير او ما حطيتش تحتها دقيق، فعشان كده كانت ملزقة شوية. فانتوا كتروا طبق الدقيق كده تحتها وما تخافوش.
وهتلاقيها بتتشال معاكم بسهولة، وهوريكم واحدة تاني دلوقتي. بشيلها بقى بحطها على الفطيرة، برضو ما نخافش لو حاجة اتفكت بنرجع، ده عجين يعني انتوا لو ضغطوه على بعضه هيلزق تاني ومش هيبقى فيه اي مشكلة. بضغط بقى على الاطراف بتاعتي عشان ما تفكش بالشكل ده كده، وبرجع بحطها بقى في صاجة فيها ورق زبدة او سيليكون اللي موجود عندكم، وبنضغط عليها من الجنب كده عشان خاطر اضمن ان هي ما تفكش والحشو يخرج منها كده بالشكل ده. بصوا الاطراف كلها بنلفها على بعض كده لغاية ما بتخلص. باجي هوريك واحدة تاني برضو هنعملها شرايط بالطول كده ومش هنوصل للاخر، بس دي انا حطيت تحتها دقيق كتير شوية، يعني كترت الدقيق تحت العجينة، عشان كده بصوا بشيلها بايدي بمنتهى السهولة، عشان كده بقول لكم كتروا الدقيق. الحشو بقى تقدروا تضيفوا كمان ذرة صفراء اللي هي السويت كورن، او تضيفوا تعملوها بتونة، تعملوها جبن بس ميكس جبن مع خضار. تقدروا بقى تلعبوا في الحشو ده حسب الحاجات اللي موجودة عندكم. دي بقى سهلة، لو حد جه يكلمك اتصل بيكي وقال لك كان جايلك بالليل اقعد معاكي شوية، تقدري تقومي تعمليها على طول في منتهى السهولة، ما بتاخدش وقت خالص وسهلة جدا. واللي موجود عندك حطيه، يعني ما ترتبطيش باللي انا بقوله. بالشكل ده كده بنظبطها بقى، لو كانت فك الشكل بنظبطه كده بايدينا، وبرضو بنقفل الاطراف وبنسخن بقى الفرن على درجة حرارة عالية جدا. يعني اول ما نبتدي نعمل نروح مولعين الفرن عشان يسخن قوي على ما نيجي نحطه فيه. بالطريقة دي كده بنلفها لغاية ما بتتقفل معايا. خلاص بحطها بقى في الصاج بتاعي، وطبعا الفرن انا مشغلاه. بصوا بتتشال سهل جدا، لو في حاجة اتعوجت بنظبطها. بجيب بقى بيضة مع معلقة كبيرة من الكاتشب، وبضربهم مع بعض وبدهن بيهم الوش بتاع العجينة. تقدروا تدهنوا بيض بس، او في ناس مش بتحب طعم البيض، ممكن تحط كاتشب على زبدة او كاتشب على زيت وتدهن بيه الوش بتاعها. بندخلها بقى فرن سخن قوي، بتقعد حوالي لغاية ما تحمر، يعني لغاية لما تلاقوها احمرت من تحت ومن فوق، عشان برضو دي بتفرق من فرن لفرن. اما تحمر من تحت ومن فوق يبقى هي كده خلاص استوت. بنشيلها بقى ونقطعها. ده كده شكلها بعد ما طلعت من الفرن، بص شكلها تحفة بجد. دي لو اتعملت لأي ضيوف جايين عندكم حاجة كده عشاء خفيف كده او اي مناسبة، شكلها تحفة وشكلها حلو قوي كمان في العزايم. سهلة، اعملوها بجد سهلة جدا، مفيش فيها اي مشكلة. وزي ما قلت لكم الحشو تقدروا تلعبوا فيه زي ما انتوا عايزين، بس بصراحة احلى حاجة بتحلي الفطاير هي الجبن. يعني حطي حشو زي ما انت عايزة، ما تحطيش خالص، بس الجبن بصراحة اهم حاجة تبقى موجودة فيها. بتتقطع بقى زي البيتزا كده، زي الساندوتش كده، وبنقدم بقى معاها اي صوصات احنا عايزينها. بس كده الفطيرة بتاعتنا خلصت. لو كنتوا بقى وصلتوا لحد هنا من الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان توصل لكم كل جديد. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.